السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم نشوى. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم شاورما الفراخ والعيش بتاع الشاورما على طريقتي. اتمنى بجد ينول اعجابكم. بجد طعمها ملوش حل، لو جربتيها هتبطلي تجيبي شاورما من بره نهائي. نخش على المقادير ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا فراخ مقطعاها شرايح بالشكل ده. ممكن تشتغلي صدور او بوراك، انا عن نفسي خالية فرخة كاملة. ومعايا مية بصل وعصير ليمون، يعني حوالي معلقتين عصير ليمون، معلقتين خل، معلقتين صويا صوص. والصويا صوص مش مهمة قوي في المقادير، يعني لو مش موجودة عندك خلاص مش مهم خالص عليها، بس هي كانت موجودة عندي فقلت اضيفها. ومعلقة كبيرة من بهارات الشاورما أو بهارات فراخ لو موجودة عندك، ومعلقة كبيرة من البهارات المشكلة، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة شطة لو بتحب الحاجة سبايسي، ومعلقة ملح كبيرة، ومعلقة من التوم المفروم ناعم جدا، ومعايا علبتين من الزبادي. نزلت بالزبادي وهنزل عليها بتشكيلة البهارات والخل ومية البصل والصويا صوص والليمون في طبق يكون غويط، وهقلبهم كويس اوي مع بعض. وعلشان تاخدي كمية مية كويسة اوي من البصل، وبشوري بصلة ناعم، وحطها في طبق ورش عليها معلقة ملح صغيرة، ملح يكون ناعم، وسيبيها حوالي 10 دقايق او 5 دقايق. وبعد شوية هتعصريها بعد ال5 دقايق ما يعدوا، هتعصريها هتلاقيها نزلت معاكي كمية مية حلوة جدا تكفي التتبيلة بتاعتك. لو انت مش حابة مية البصل والثوم الفريش ممكن تضيفي توم باودر وبصل باودر، بس الفريش احسن كتير. قلبتهم كويس قوي علشان اتاكد ان الزبادي فكت واختلطت بجميع المقادير. بعد كده هنزل عليهم بالفراخ، وتتاكدي ان الفراخ انت حطاها في مصفى ومصفيه كل الميه اللي فيها كويس جدا. طبعا بعد ما غسلتيها بميه وخل وملح ودقيق ونقعتيها في الخلطه دي كلها كده حوالي نص ساعه. بعد كده بتحطيها في مصفى عشان تصفي اي ميه فيها، وتنزليها في التتبيله، وتسيبها في التتبيله دي يعني اقل حاجه 3 ساعات. ومن الافضل ان انت تعملي الكلام ده كله من بالليل وتبيتيها في التتبيله، هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا. بعد ما تبلت الفراخ هعمل عيش الشاورما. معايا هنا نص كيلو دقيق، ومعلقه من الملح معلقه صغيره، وميه تناسب كمية الدقيق اللي انت هتعجنيها، يعني بيكون معاكي كمية من المية بتنزلي واحدة واحدة لغاية ما العجينة تلم معاكي وتديكي النتيجة المطلوبة. تعجنيها كويس وبعد كده بتغطيها وتسيبيها ترتاح 10 دقايق، والعجينة بتكون ماسكة نفسها ما بتكونش طرية. سبت العجينة ارتاحت 10 دقايق، بعد كده بنقطعها يعني قد حباية الليمون، وبعد كده بنغطيها عشان وشها ما ينشفش، ونسيبها ترتاح كمان 10 دقايق، لان طبعا العجينة كل ما ارتاحت كل ما كانت سلسة قوي معاكي وانت بتفرديها وما تلمش تاني معاكي. بعد ما ارتاحت 10 دقايق هنبدأ نفردها. بتفرديها كويس على قد ما تقدري، لان انا عاوزة العيش يكون رقيق ما يكونش تخين. طبعا بتحطي رشة من الدقيق علشان العجينة ما تلزقش معاكي وانت بتفرديها.
بقت معايا بالحجم ده، رقيقة جدا. وتكوني حاطة صينية كبيرة على البوتاجاز، صينية بقى ألمونيوم، صينية تيفال اللي موجودة عندك. بس وانت بتحطي العيش الصينية ما تكونش سخنة، علشان تفردي العيش عليها براحتك، ويا دوب تشمع تشميعة خفيفة جدا، ما تاخدش معاكي لون، وبعد كده تقلبيها. وزي ما قلتلك العيش ما يلونش معاكي علشان يفضل طري ويبقى سهل التعامل معاه، واول ما تطلعيه تغطيه على طول بفوطة. خلصت كمية العيش كلها. شوفي بقى عامل ازاي، طري جدا، ملونش معايا، كله درجة واحدة. بصي رقيق ازاي. طبعا كل ما كان معاكي رقيق، كل ما اداكي قرمشة حلوة قوي في سندوتش الشاورما، بعد كده بيكون كريسبي جدا. شوفي طري ازاي، ما بيتقطعش. ودايما خليه تحت فوطة علشان ما ينشفش منك. خلصنا العيش، نيجي بقى علشان نجهز الشاورما. تحطي طاسة على النار تسخن، وبعد كده تنزلي بالفراخ بالتتبيلة بتاعتها. انا ما بشيلهاش من التتبيلة، بنزلها بالتتبيلة بتاعتها. وتخلي النار بعد كده متوسطة، وتغطي عليها وتسيبيها حوالي 5 دقايق كده او 10 دقايق. بعد ال10 دقايق ما عدوا، بعد كده بتنزلي بكمية من البصل على حسب بقى حبك للبصل، عايزة تكتري عايزة تقللي دي حاجة ترجعلك. وكمان بتنزلي بفلفل اخضر متقطع شرايح رفيعة. لو انت بقى عاملة الشاورما دي كده على قد مزاجك وقد نفسك، انت ممكن على فكرة ما تضيفيش ولا بصل ولا فلفل، تبقى الفراخ بس وخلاص. عندك بقى كده ما شاء الله كبشة من العيال، طبعا لازم نزود الكمية، مش هنكفيهم وفراخ صافي يعني. فنزود بقى بصل ونزود فلفل عشان ما شاء الله كده تطلع لنا ايه كمية حلوة من السندوتشات. تمام يا مزة، تمام. وتغطي عليها وتسيبيها لغاية ما تستوى معاكي، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. خلاص استوت معايا الفراخ والبصل استوى. انا ما بحبش البصل يكون بيعض، بحب يكون مستوي قوي. وبعد كده بقى تروحي مدخلاها تحت الشواية تاخد لون، انا عاوزاها تنشف كده وتلون. وبعد كده نخرجها ونشوف هنعمل ايه. لونت معايا وخدت اللون الجميل ده، ريحتها تحفة، مش قادرة اوصف لكم ريحتها. بعد كده بتولعي حتة فحمة وتحطيها على الشاورما، وتنزلي عليها بمعلقة كبيرة من الزيت وتغطي على طول عليها علشان الشاورما تاخد من ريحة الفحم. ده بجد بيفرق قوي في طعم الشاورما، وفعلا بتعيشك جو المطاعم. الشاورما كده خلاص بقت جاهزة معانا، ريحتها وطعمها بجد خطير. وده العيش، بتفضلي زي ما قلتلك مغطياه على طول بفوطة. ومعايا هنا جبنة موتزاريلا وكاتشب، ولو انت حابة تضيفي مايونيز براحتك. وممكن كمان تضيفي خيار مخلل. الحشوة دي بقى ترجع لك انتي. ريحتها حلوة جدا وطعمها بجد خطير، يعني اتمنى بجد انكم تجربوها، حلوة جدا. عملنا شكل مثلث، وهنعمل بقى ده شكل رول زي الساندوتش، علشان ما تحرمهمش من حاجة تعملي لهم الشكل ده والشكل ده. انضف يا جماعة واضمن من بره كتير جدا. انت مش عارفة الفراخ اللي بتجيبيها من بره دي صاحية ولا ميتة ولا مش عارفة وضعها ايه. فخليكي احسن في شغل البيت. خلصنا كده السندوتشات بتاعتنا.
انت ممكن تتعبي شوية، ولما تشتريها من بره هتكون اوفر لك في الوقت والمجهود، بس بتأكلي ولادك حاجة نظيفة وحاجة مضمونة. بعد كده بتحطي صينية على البوتاجاز او طاسة او جريلا اللي موجودة عندك اشتغلي بيه، وبتحطي حوالي معلقتين 3 كده من الزيت يسخنوا قوي، وتنزلي بالسندوتشات بتاعتك وبتقلبيها على جميع الاتجاهات علشان تبقى مقرمشة وتبقى كريسبي جدا. طعمها بجد جميل جدا. العيش ده يا جماعة طعمه حلو جدا. وبالمناسبة ان العيش ده ممكن تضيفيله معلقتين لبن معلقتين زيت براحتك انتي. وخلصت معايا وبقت بالشكل ده، شكلها حلو وطعمها احلى واحلى بجد، يعني ملهاش حل يا جماعة، طعمها حلو جدا. يا رب يكون طريقة النهاردة نالت اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لو سمحتوا في اللايك، ونتقابل بإذن الله في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.